الساعة 3 بالليل كنت قاعد في الصالة وحاسس قلبي بيدق بسرعة، وفجأة الموبايل رن. رسالة من ليلى مراتي، ولقيت صورتها هي نايمة جنب سلمى بنتنا الصغيرة. حسيت برجفة خفيفة عشان كنت شايفها في المطبخ بتحضر لنا الشاي. بصيت كويس، كانت بتدندن بصوت هادي بحبه. ناديتها: ليلى، انتي بعتيلي صورة دلوقتي وانتي نايمة. ضحكت وقالت: يا حبيبي، أكيد رسالة قديمة، الشبكة كانت ضعيفة طول اليوم. ارتحت شوية، بس زيزو كلبنا الصغير كان بيزمر تحت الترابيزة، وعيونه مليانة رعب وديله بين رجليه. دخلت ليلى الصالة ومعاها كوباية شاي، حطتها قدامي وقالت: اشرب عشان تنام بسرعة. بصيت لإيديها، كانت ملساء، ما فيهاش أي خطوط. فجأة انطفى النور، وصوت زيزو صرخة قصيرة، وبعدين سكت. شغلت كشاف الموبايل، بصيت حواليا، ليلى اختفت. جريت لغرفة النوم، فتحت الباب ولقيت ليلى الحقيقية بتصحى مذعورة وماسكة سلمى، وقالت لي: خالد، في حد كان بيحاول يفتح الباب من بره وبيقول لي افتحي يا ليلى، أنا خالد. اتجمد الدم في عروقي. فجأة سمعنا صوت خبط جامد على الشباك في الدور العاشر، وصوت نسخة من صوتي بالظبط بيقول من ورا الزجاج بلهجة باردة: نسيتوا تشربوا الشاي. تخيلوا كده نفسكم مكان خالد وزوجته، كنتوا هيبقى إحساسكوا إيه وقتها؟